يعني انت عايزه تفهمينا يا رزونه ان الفقره الليليه النهارده مميزه جدا ومختلفه؟ بس الاول اسمع بصوت عالي كلنا مع بعض، يلا بكل طاقه وحماس. ويا حبايب قلبي رزونه وكل حياه رزونه، طب يا ترى هنتعشى ايه النهارده في الفقره الليليه يا ابو الرزايس؟ مفاجاه، جددت شيك شيكابولا على الاخر يا جماعه. يلا جاهزين؟ انا لو ما شفتش حماسكم ولمحته هرزع راسي في التلاجه. اول مره اشوف اكل في حياتي تقريبا، ولا بقول لكم الحماس النهارده من جوه. سامعاكي ثانيه بس تاخد الشنطه عشان اشوف انت بقى هتاكلي كل الاكل ده يا رزونه؟ اكيد لا يا جماعه. البت ركروكه اختي وروان زعلوا مني جدا علشان انا كل فقره الليليه ما باكلهمش معايا ولا حتى بسيب لهم اكل، فالنهارده بقى جبت الاكل بدري علشان ناكل. عايزه اقول لكم اقسم بالله حبسهم جوه في الاوضه لحد بس ما ادوق قدامكم. هنخش نقطع بعض دلوقتي. انا هاكل اكتر واخلي لهم ايه حبيبتي يا رقروقه انت واقفه. اول حاجه معانا ساندوتش جديد منزلينه اسمه شوجر مايكاي. الفراخ شكلها مشهي جدا، عباره عن قطعه ناشفيل وعليها امريكان تشيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قصه وروايه وموضوع. تعالي ذوقي تحفه، في طعم ميزي. لا خطير. بسم الله ما شاء الله، مش عايزه احسد يعني، شكل الفرخه جميله جدا، شكلها مشهي. بصوا يا جماعه، من وجهه نظر الشخصيه الرزونيه ان العلاقه بين الراجل والست ممكن تكمل لو الست هي الطرف اللي بينكد، ساعات بتتقمص بتزعل، ولكن لو الراجل هو اللي بيتقمص بينكد بيعمل لك حوار على كل حاجه. نروح بقى يعني نجيب حد يصالحنا احنا الاثنين. ما هو مين هيصالح؟ هسميك سيد القماص، ايه رايك بقى؟ اصل تخيلي هتكملي حياتك كلها ماشيه تراضيه. تعالى اعزمك بقى على الغدا، تعالى صالحك، تعالى اجيب لك هديه، تعالى اعمل لك، انا ارجع عند الشباك والله العظيم ارمي نفسي. حاجه كمان عايزه اكلمكم فيها، انا جعانه جدا والفراخ قدام مش قادره. يلا ناكل يا جماعه وبعدين نكمل كلام. يلا بينا ندخل على اللي بعده يا جماعه. بصراحه الوجبه دي كانت من ترشيح البت ركوكه اختي لان هي بتعشق الشريمب. ممكن اقول الجمبري عادي جدا ما يفرقش معايا. ايوه الجمبري بقى، التصوير بقى. خد سنابس على ادي اخره اللي ياكل مع اخواته. ما كل فقره اللي بناكل لوحدنا وبنبقى مبسوطين. اول الجمبريايه جامده سبايسي تحفه. الجمبري طعمه نضيف قوي. هنجرب واحده بقى في الصوص. حلو. اقفلي الفيديو. الفيديو اللي هيغمى علينا متمزجه جدا دلوقتي. ان الجمبري برضو ده اللي هو في الوجبه ساندوتش بقى. يا الله يا الهي على الجمبري. بصوا يا جماعه، ده شكل الساندوتش الجمبري اهو. بيبقى عليه برضو نفس الصوص، صوص الهاني ليمون. انتوا عارفين هقول ايه بس مش هقول عشان هقول الملكيه. بتنجان احمر. خلاص اللي جاي معركه الوجبه بقى. الوجبه بنفس الصوص يا رزونه. التندرز. شايفين الصوص؟ شايفين الحلاوه؟ ده شكلها كده شيكه شيكابولا على الاخر. تحفه خطيره بيرفكتو. يبقى انا الوان اختي كلاسيكيه شويه، يعني الاخت الكبيره دايما بتبقى عايشه في جو الاب والام انتوا عارفين. ما ضحكتيش ليه يا رؤى؟ ده جابت صريخ ضحك في دماغي. التندرز اللي هي اصلا انا اكلتها 600 الف مره من هاشفيل. بسم الله ما شاء الله. انا بصراحه بحب ادوق التندرز يعني لوحدها عشان استمتع بطعمها من غير اي صوص. نقول بسم الله. هي دي القرمشه اللي قمت طلبت عشانها الاوردر. انا بحبكم جدا، بحب هاشفيل جدا وبحب الاكل جدا.